السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بما اننا دخلنا خلاص بقى في الموسم الشتاء وكل سنة وانتم طيبين، فأمهاتنا كده وربات البيوت بيبتدوا يروحوا لشوربة العدس. شوربة العدس من الأغذية المفيدة جدا، وخصوصا للناس اللي عندها مشاكل بالنسبة للبروتينات الحيوانية. كل 100 جرام من العدس، سواء العدس بجبة أو العدس اللي هو البني أو أو العدس الأسمر زي ما بنقول عليه في مصر، أو العدس الأصفر، في كل 100 جرام بيبقى فيهم 9 جرام بروتين نباتي. للستات الحوامل العدس مفيد جدا ليهم في اول 3 شهور، لانه غني جدا بحمض الفوليك. بس في شويه محاذير كده لازم نقولها برضو للناس اللي مقبله ان هي تروح تاكل العدس. العدس طبعا بما انه من البقوليات، فزي ما احنا اتكلمنا عن البقوليات قبل كده، فهي فيها نسبه الهستامين عاليه جدا. فالناس اللي عندها حساسيه جيوب انفيه او عندها اعراض حساسيه، يا ريت ما تاكلش العدس الا لما تروح من عندهم نوبه الحساسيه دي. تاني حاجه، لانه غني جدا بالالياف بتاعته، فالناس اللي عندها مشاكل مع انيميا الفول او انيميا البقوليات ما ينفعش ياكلوا الا لما يعدي من مرحله الحساسيه دي، او تزول ما عنده مرحله الحساسيه دي. كمان ان هو ممكن يعمل نوبات في القولون. في الناس اللي عندها قولون عصبي او بتشتكي من نوبات في القولون، بلاش ان هي تاكل العدس لحد ما النوبات دي تروح. طبعا هنتكلم برضو عن العدس ممكن ناكله باكتر من صوره. طبعا ستات البيوت طبعا هم عارفين ان هم بيحطوا عليه طماطم وجزر وبصل وثوم في اكله الشتاء. لو احنا عايزين نخليها مغذيه اكتر، ممكن نضيف عليها البطاطس، وممكن ما نضربهاش زي الشوربه. ممكن نعمل العدس من غير ما نضربه، يبقى عادي اكنه يتاكل بالمعلقه للاطفال، عشان يساعدهم في الندغ، ان هم يتعودوا ان هم يمضغوا. ممكن نقطع عليه بطاطس صغيره كده مع شويه فلفل احمر رومي، مع طماطم برضو بقيه الحاجه، وتقطع صغير وتتغلي زيها زي اي اكله، وهتبقى مفيده جدا للاطفال. الهنود بيحبوه جدا جدا، وبيحمروا كمان مع الزبده بتاعته او مع الطشه بتاعته، بيحطوا له بذور الخردل. فاللي عايز بقى ياكل حاجة مفيدة فعلا، ممكن بقى يروح مع الطشة بتاعته حاطط شوية بذور خردل مع بذور الكزبرة وبذور الكمون الصحيحة، وياخدهم مع السمنة في الزيت في السمنة كده، ياخدهم سوتيه مع شوية التوم، ويروح حاطه كده من فوق بألف هنا وشفا. هيديله تيست رائع. ده كان بالنسبة كده يعني جولة سريعة بالنسبة للعدس. يا ريت الناس لو الفيديوهات بتستفيد منها، ما ينسوناش بالدعم وبصالح الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. مع السلامة.